روجت بعض وسائل الإعلام عبر الشبكة العنكبوتية أن أحد المترشحين للرئاسة تم استقباله من طرف مشايخ الزيتون. استغفر الله العظيم، ولا لا شيء استغفر، هذا ما بيحكوش الساعة ما يدخلش، ما يلزمش لأنه عنده سلس موت والعياذ بالله. هذا مش معقول، بالله الذي لا إله إلا هو. هذا يقرأ من الآيات. واش بك ما صلحتش وقت اللي كنت قبل 13 سنة وزير داخلية، نقز دوبا ما زي باقي تطور، نقز مشان الداخلية تقول فرغها من الملفات والوثائق. هذا سيشهد التاريخ وتحاكم طبعا، حقه المحارب من خلص الاتهام والاتباع والمحاسبة. فهو قاعد يروج له تم استقباله من طرف جامعة السورة. أنا شيخ جامعة السورة ما استقبلت حتى حد، هذا يكذب، هذا ردوا باش تنتخبوه ولا تجيبوا له. هذا يمشي لكم الساعة، خدمنا مع النظام قبل، مش يرجع النظام قبل وجاي مع صار مش يرجع الحبس، مش يرجع الناس الحبس، لا. حاول الشباب بدا توشيع حتى اضطروا ما ثماش. البلاد جايه ملاش حاسين يا ربي باش يرجع الظلم. الله لا يرجع، الله لا يرجع، الله لا يرجع. يا رب ابعد علينا كل ظالم. اللهم ارفع الظلم على البلاد، اللهم ارفع الظلم على البلاد، اللهم ارفع الظلم على البلاد. يا حق يا مبين، اللهم امن علينا من تحب وترضى لدينك، اللهم انت امن علينا من تحب وترضى لدينك، اللهم امن علينا من تحب وترضى لدينك. اللهم اصلح لنا الدين الذي يصلح امرنا، واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا ونجاتنا، واصلح لنا الاخره التي اليها رجوعنا معنا، واجعل اسعد ايامنا يوم لقائك.